بعد ما خلصنا مع بعض الجزء الخاص بالتراكنج في المحاضرة اللي فاتت، تعالوا النهاردة نبدأ ان احنا نحط اوبجكت او 3D اوبجكت جوه المبنى زي ما اتفقنا. هنقول هنا ان احنا هنطلع منه المتر يبقى ثابت في المكان بتاعه، بحيث ان كأن في سفيرز طالعة من جوه المبنى نفسه. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ مبدئيا كده احنا بنطلع بره السين. كل المطلوب مننا ان احنا نحدد فين السورس اللي هنشتغل عليه. احنا هنشتغل هنا، فخلينا ندخل الاول الاميتر ونبدأ ان احنا من simulation emitter ندخل الاميتر. تعالوا نفهم ايه هو الاميتر اصلا. نقفل الدنيا دي كلها. دايما لما تلاقي الدنيا متلخبطه قدامك فيها ونقرب كده من الاميتر. الاميتر عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه من ضمن التولز المهمه جدا جوه سينما او اي برنامج 3D. بيبقى سورس بيطلع منه مجموعه من الاوبجكتس بطريقه معينه احنا بنتحكم فيها. طبعا هو مبدئيا كده بيديلي حاجات في الهواء احنا مش فاهمين منها اي حاجه، احنا هنستغلها بان احنا نطبقها على الاوبجكت اللي هنديها له. طبعا كالعاده بنستنى الكاش بتاعي عشان ابدا اشوف السرعه بتاعتها. علشان تمشي مع الفكره بتاعتنا المفروض ان الاتجاه بتاعها يبقى واقف فوق للواي. تعالوا نبص كده بصه على الاميتر نفسه. انت تقدر تعمله روتيشن من هنا، بس انا عن نفسي بمسك له روتيشن كده وشيفت من فوق بالمنظر ده. تمام. ونبدا ان احنا نكبره شويه بشكل مبدئي يعني. ولو عملنا بلاي هتلاقي ادي شكل الاميتنج بتاعي. انا عايزه مكان البوينتس اللي هو مطلعها ديت، او مكان البارتكلز دي بنسميها البارتكلز. اي اوبجكت انا بديهوله بحيث ان الحاجات دي مبتترندرش، مش هعرف اشوفها في الريندر. فعشان اطبقها على الريندر بتاعي بدخل لها اوبجكت وليكن سفير مثلا. تمام. وتعالوا نبص على السفير هي فين اهي. نقربها كده هتلاقي بالنسبه للاوبجكت هي كبيره جدا، فمحتاجه نبص على السفير نفسها. حجمها كبير 100 دي كتيرة جدا. لو خليناها 10 مثلا، خليناها 30 مثلا، حاجة زي كده. ونغير نوعها نخليها كوزة مثلا، كوزة لطيف. انت لما بتغير التايب بتاعه بيغير كمان في السيجمنتس زي ما انتوا شايفين، وده بيأثر بعد كده كمان تخف معاك الضغط وانت شغال سيميوليشن او شغال بيها مع عدد كبير. لو حبينا نعمل مثلا مشهد كراود او كده بنحاول نخف دايما عدد السيجمنتس والاعداد الضخمه اللي قدام. طب تمام، انا دلوقتي مستفدتش حاجه. لا، ما انت علشان تشوفها محتاج تدخلها جوه الاميتر. دي اول حاجه. طب ماشي، تعالى نعمل بلاك. مفيش اي حاجه برضه. ما انت لازم تقول للاميتر شوف الجيومتري اللي انا اعطيتهولك وظهرهولي مكان الاوبجكتس اللي انت عاملها ده. علشان تترجمه بتيجي هنا وتلاقي كلمة show objects. مجرد ما نعلم عليها هتلاقي ديت اختفت وما بتظهرش غير لما يظهروا كلهم مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام. وبنبدأ بقى ان احنا نغير في البارامترز اللي موجودة هنا بحيث ان هي تبدأ تأثر لي على شكل السفيرز اللي احنا عايزينها. مثلا لو انا رجعت كده باك هتلاقيها بتفضل تطلع على طول على طول على طول مجموعة وتظهر وتختفي مرة واحدة. انت بقى تحدد مثلا احنا عايزين الستوب ايميشن هو لغاية 150. انا شايفه 150 كويس. طب انت مش عايز الفراغ اللي يحصل ده، ممكن تعلي 150 تخليهم 170. دي بتعمل ايه؟ هو بيعمل ايميشن يعني يفضل يطلع يولد في مجموعة من السفيرز، يفضل يطلع 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 لغاية ما يوصل الفريم اللي انت قايله عليه ويسكت ستوب على كده. فهو بيوصل لغاية 170 وبعد كده ما بيطلعش جديد، فتلاقي الفراغ ده. فكأنهم مجموعة بلالين. تمام، عايزهم يفضلوا طول الفريمز يبقى بتزود في الستوب ايميشن. الفيزيبيليتي طبعا عايزهم 100% ولا لأ؟ طبعا مش باجي عندها قوي.
اللايف تايم انها تفضل موجودة قدامي على طول ولا لا. لو انت عايز البارتكلز تختفي، السفيرز دي تختفي بعد كده، شيل اللايف تايم. طبعا مش عايزة الكلام ده. كلهم زي بعض قوي قوي كده، بنفس الحجم بنفس كل حاجة وبنفس الوقت سريعة قوي. تعالوا لو زودت في السرعة شوية، لو زودت كمان حركة زادت. طب ما تيجي نقلل شوية سوري، السبيد مش السبيد، السبيد اهي. تعالوا نقللها شوية كده، بصوا اللي بيحصل. تعالوا نقلل كمان. بس الفكرة ان انت لما بتخفف السبيدز، بصوا ايه اللي بيحصل. السفيرز نفسها، بصوا لو قربنا كده هتلاقيها بدأت تلزق في بعض. فاحنا محتاجين نحل المشكلة دي، ان احنا نخليهم يحسوا ببعض. ايه السبب ان السفيرز ديت بتبقى لازقة ببعضها بالمنظر ده؟ ان هو مش شايف ان في سفيرز تانية. بصوا تطلع ازاي، تظهر ازاي. طبعا احنا رؤيتنا تبقى عاملة كده حسب زاوية الكاميرا، فمش عايزين السفيرز تبقى لازقة في بعضها كده. هنزود السبيد شوية وهنحل بقى موضوع اللزقة ديت بطريقة تانية، ان احنا نحولهم لأوبجكت، لريجيد اوبجكت، بحيث انه يحس ببعض. خلينا دلوقتي في دي كده، وبعد كده هنبطئ السرعة ونظبطها. عايزين كمان في الستارت عند الزيرو ممكن نخليه يبدأ قبلها بشوية، تمام، علشان عقبال ما يبدأ الفريم بتاعي يبقى فيه سفيرز بالفعل ظاهرة قدام. عايز يبقى فيه variations، نزودها بحيث يبقى، بصوا ايه الفاريشنز اللي حصل. كور صغيرة، كور كبيرة، عايزهم كلهم زي بعض، يبقى نخف الفاريشنز حاجة زي كده. تمام. شايفين العدد كبير، بنقلل من البيرث ريت، مش للدرجة دي، نخليهم 6 مثلا. هتلاقي العدد خف أوي. بصوا بقى ازاي، بس أنا مش شايفاها حلوة، حاجة زي كده مثلا. تمام. فمن خلال لعبك في البارتكلز، اي اوبجكت محطوط جوه الاميتر اللي هو البارتكلز، هي ديت اللي انت بتتحكم في شكل البارتكل، سرعته، عدده، هل كلهم زي بعض ولا لا. الكلام ده واكتر بنقدر ان احنا نتعامل بيه في الجزء الخاص بالبارتكل سيستم. اما بالجزء الخاص بالاميتر، هي اتجاهه والزاويه بتاعته، ودي ما بيبقاش عليها تعامل كبير. يعني انت تقدر تتعامل مع الاميتر بشكل اوتوماتيك على طول جوه البرسبكتيف. في المحاضره الجايه بقى ان شاء الله ان احنا هنبدا ان احنا نخلي الاوبجكتس يحس ببعضيه زي ما قلنا، يعني نخليه ريجيد بودي، ونبدا ان احنا نوسع الدنيا بحيث انها نظبطها مع السين بتاعتنا، بحيث انا لما اجي ابص هنا على الفيو بتاعنا، الكاميرا بتاعتنا، تمام، واجي ارجع للكاميرا، عايزين دي تبقى في مكانها السليم فوق، وانها تملى الجزء ده كله مش الجزء ده بس. فهنظبط ديت على دي، وبحيث ان هي تكون مناسبة لسكيل البيلدينج نفسه، وبشكل ريل اكتر من كده في الحركة، في السيميوليشنز، وفي اللوك بتاع الفيديو.